أهلا بكم في مواقف مع عاطف. الموقف اللي هتكلم عنه النهارده عن صديقي المطرب الكبير لطفي بوشناق. أنا من يومين لقيت لطفي بوشناق بعت لي رسالة وهاتفني وكلمني وقال لي إن هو عامل أغنية جميلة عن معاناة اللي حصل والأزمة اللي حصلت في ليبيا. صراحة لطفي من النوع اللي هو ما شاء الله، يعني غنى طبعا في اليابان وغنى في مصر وغنى في المغرب وغنى في تونس وغنى في أوروبا وبلغاريا وغنى في معظم دول العالم. أحلى حاجة بتعجبني في لطفي إن هو إنسان يعيش ليغني وليس يغني ليعيش. إنسان بيحس بالإنسان قوي، فنان، إنسان، يعني مهما أقول عنه آه، برضو يمكن عشان أنا صاحبه أنا مش بديله أكتر من حقه، ده أنا بديله حقه ونص والله العظيم. إن هذا الرجل يستحق كل كلمة حلوة تقال عنه. أنا بحييه وأحييه مرات ومرات على ما يقدمه دائما للإنسان، خاصة إذا وجد محنة. يعني هو النهاردة انتهى من الأغنية اللي أنا كاتب عنها دي وأقولها لكم، وبدأ يحضر أغنية أخرى عن المغرب الشقيق. صبرا جميلا رغم عمق جراحنا، والدمع من جفن الأسى مدرار. صبرا جميلا رغم عمق جراحنا، والدمع من جفن الأسى مدرار. صبرا رضا أهل العزائم ليبيا، لا عسر إلا يقتفيه يسار. تحياتي لكم من عاطف سليمان ومواقف مع عاطف.